السلام عليكم، مرحبا بكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا مهنيين وتكونوا كامل في احسن الاحوال يا رب. قبل ما نبداو نشوفوا الوصفه تاع نهار اليوم بزاف شابه. كنت ديجا وعدتكم وقلت لكم راح نديروا مع بعض مرطب او ميم طون مورد. لكن قبل ما نبداو نشوفوا الوصفه تاع نهار اليوم، صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. طلعوا لنا الفيديو بلي جيم بارطاج والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا، وبارطاجيو لنا هذه الوصفه مع الاهل والاحباب والاصدقاء. البنات كما راكم تشوفوا، قلت لكم المره اللي فاتت بالنسبه للاخوات اللي يعانيوا من تشقق في الشفاه تاعها، يعني كاين بزاف اخوات يوميا يعانيوا من هذاك التشقق اللي يكون في شفايفها ولا في فمها. ومع اللي راه جاي البرد بزاف ناس تعاني من هذا المشكل. الولاد الصغار، البنيتات الصغار يروحوا ينوضوا صباح بكري، كم تعرفوا مع ديك النسمه البارده الشفاه تاعهم تتشقق لهم. الوغ رايحين نديروا هذا المورد او ميم طون مرطب للشفاه بطريقه سهله وبسيطه، خير من اللي تروحي تشريه من برا وراه يتباع يعني باسعار غاليه شويه، ماشي كيما بكري كان هذا المورد رخيص. بصح راهو زادوا طلعوا له في السوام كما راكم تشوفوا. هذا راه مرطب و ميم طون مورد، نو ماشي مورد، يرطب برك الشفاه. حنا رايحين نخدموه في الدار بحاجه بسيطه وبحاجه طبيعيه، يعني على بالنا واش نحطو فيه، فهمتوني؟ دونك هذا ما على باليش واش راهم دايرين لنا فيه، بصح كما قلت لكم ما كاش كيما الحاجه الطبيعيه. نبداو مباشره خيتي العزاز في تحضير الوصفه. رايحين نحتاجو الى الفازلين، اي فازلين عندكم، ليسونسيال يكون طبيعي، ما فيهش لون. انا ديما نحب نشري هاد الفازلين اللي يكون باللون الطبيعي، ما فيش الالوان. كاين دي فازلين فيهم الالوان. ولا تحبوا ديروا ايضا بزيت جوز الهند. شوفوا زيت جوز الهند الطبيعي والحقيقي كما نقولوا، ماشي هذاك المدغول، ماشي هذاك المغشوش اللي في البرد يجمد وفي السخانه يولي عباره عن سائل. هذا ثاني بزاف شباب البنات، انا هذا نديرو بوكو بلوس في رجليا حاشاكم، سورتو هكذا في البرد. عندي بشره جافه وقد ما ندير مرطبات ماشي كيما الفازلين وزيت الزيتون صراحه يرطب البشره ويحافظها ولا يحافظ عليها من الجفاف، سورتو كي تدوشوا بما سخون على بالكم البشره تاعكم تولي ناشفه وجافه. دونك ماذا بكم ترطبوا بهذا الفازلين، راه يتباع عند لي فارماسي. فهمتوني البنات؟ عنده ترطيب جد عالي. الناس اللي تعاني كما قلت لكم من تشقق في البشره تاعها، حاشاكم في رجليكم، في الفم تاعكم، في يديكم، استعملوا هذا الفازلين. انا كنت ديجا في حمام مائي البنات، كاسرونه درت فيها شويه ماء ودرت طبسي باش هكذا يعني نسرع لكم في الفيديو وما يجيش طويل. على واش ندير؟ شوفوا الكميه ما تقيدوش بها. الا حبيتوا ديروا كميه صغيره وتحطوها في علب صغار وتحطوها في ليساك تاعكم ولا في المحفظه تاع ولادكم الصغار، هذه تنفع للاطفال الصغار البنات ولا ولادكم، ربي يحفظهم ان شاء الله ويحفظ لنا وليداتنا. دونك قلت لكم تحبوا ديروا كميه كبيره ولا كميه صغيره. انا درت يعني كميه الله يبارك، كانت عندي علبه كبيره وانتم قلوا في الكميه. درت فازلين، تحبوا ديروا كما قلت لكم زيت جوز الهند، وعندنا المكون اللي راح يورد لنا في الشفاه تاعنا اللي هو هذا العكر الفاسي. فهمتوني؟ كما راكم تشوفوا هذا دم الغزال، راه يتباع عند اللي يبيعوا الاعشاب واللي يبيعوا العقاقر، يدير وقيله 25 ولا 30 ولا 15 ميل، يعني كل واحد كيفاش يبيعوا. شوفوا كيفاش يجي، ويعني يشد لكم مده طويله، وراح نديروا به يعني بزاف وصفات. دونك ديروا الكميه اللي تحبوا. فوالا شوفوا اللي ما عندهاش هذا العكر الفاسي، دوك نوري لكم باش تستبدلوه، فهمتوا؟ فوالا انا درت كميه قليله وما هو يبان لكم يعني عنده ذاك اللون نتاعو القاتم ولا الحامق، بصح ما يعني ما تخافوش منه. ديروا هذا الغوج ليفغ ماجيك، هذا اللي كانوا امهاتنا
كنا بكري نديروه بزاف شباب صراحة. انا دروك مازال عندي يعني ما يخطينيش دائما في الصاك تاعي. الشفاه تاعي كيكونوا هكذا انا الحصل ما يعني ما عنديش هذاك التشقق في الشفاه تاعي، بصح نحب نرطبهم فهمتوني، ومام طون يعطي لهم هذاك اللون الشباب. هو ماهوش ذاك الاحمر كيما نقولوا الفونسي اللي يبان منين بصح يرطب الشفاه ويعطي هذاك الغوز كلير، الغوز بونبون كلير فهمتوني. انا درت الكميه، حبيت انا اللون تاعي يكون شباب. شوفوا درت هذاك الروج على ماجيك، وزدت درت هذا الاحمر تاعي، حبيت نتحصل على لون يكون شباب يعني كي نديرو نحس باللي درت اللون الشفاه تاعي فهمتوني. اوليو تروحي ديري روج على ديري هذا المورد فهمتوني. شوفوا وراه يبان لكم اللون حامق يعني فونسي، بصح كي ديروه في البشره تاعكم ولا في الشفاه تاعكم ولا في الخدود تاعكم ايضا ما تحسوش بهذاك اللون القاتم ولا الحامق فهمتوني. دونك ذوبت كيما شفتوا الفازلين مع الغوج على لافغ. فوالا راني نوري لكم خياتي العزاز، تحبوا ديروا هاد لي كولور ولا العكر الفاسي، يعني اللي ما عندهاش ما قدرش تحصل على العكر الفاسي ديري اي غجاله عندك. فوالا تحبوا اللون كما قلت لكم الاحمر، تحبوا اللون الغاز، الالوان تتحكموا فيها كيما تحبوا. فوالا نوري لكم في الالوان، وهاد الالوان ما يخرجوش دوك تشوفوا نسي لكم فيديا يعني ما تتخلعوش البنات. المهم تجيبوا اي علبه عندكم، وانا جبت بابي بيسك سخون بزاف، اي علبه عندكم ديروا هذا المرطب وميم طون كيما قلت لكم مورد. فوالا كيما راكم تشوفوا، وحطوه في الثلاجه تقريبا واحد 5 دقائق ينشف لكم ويجمد لكم، وحطوه في الصاك تاعكم. كي ديروا تقشير البنات، شوفوا التقشير راني درت لكم المره اللي فاتت في فيديو واحد اخر مقشر خاص بالشفاه اللي يكونوا متضررين، الشفاه اللي كاين اللي عندها شواربها في الزروقه، يعني اللون تاعها زرق ما فيش ديك اللمعه داك البريق، الشفاه تاعك راحت لهم هذيك اللون هذاك الغاز. على درت لكم وصفه سبيسيال للناس اللي تعاني من كما قلت لكم زروقيه واسمرار في الشفاه تاعها. نخلي لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف ولا في تعليق مثبت تاعي، ادخلوا وشوفوا. ودرت لكم مقشر قبل ما ديروا هذا المورد، قشروا الشفاه تاعكم البنات، قشروا مليح الشفاه تاعكم بقهوه ولا بسكر ولا يعني باش ما حبيتوا. من بعد ديروا هذا المرطب وميم طون كيما قلت لكم مورد. فوالا شوفوا بعد ما حطيته في الكونجيلاتور باش هكذا الفيديو نحطه لكم يعني فيت وما نطولش. شوفوا اللون تاعو الشباب بزاف شباب يا البنات، يعني نقولوا لي المرطب والمورد راه يتباع بكامل لي كولور. شوفوا اللون هو راه يبان لكم احمر غامق فهمتوني، بصح شوفوا اللون تاعو بزاف شباب ويعطي لكم واحد اللون للشفاه تاعكم. صراحه جربوه وردوا لي الخبر. ومدة الاحتفاظ به يقعد مدة طويلة، يعني ما يفسد ما يخسر ما يصرالو حتى حاجة. المهم أنا نخليكم على خير، إن شاء الله الوصفة تاعنا اليوم تنال إعجابكم، بارطاجيوها ديما نقولكم مع الأهل والأحباب والأصدقاء. مع السلامة، في أمان الله.